السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نبتدي بالأسئلة. ازاي انا كبنت احس بالامان المادي من غير ما اشتغل، بما ان هو ده دوري واللي ربنا كتبه عليا، لكن الموضوع مش مريح ليا نفسيا تماما اني اكون من غير اي دخل. انا عايز بس اذكر حاجتين شايف اللي هم مهمين جدا واحنا بنتكلم. هو احنا ايه اللي وصلنا لهنا؟ يعني ايه اللي وصلنا لحتة ان بقيت البنت محتاجة اللي هي تحس بالامان المادي بالشكل اللي هي محتاجه، اللي هي تنزل تشتغل وتثبت نفسها ويبقى معاها فلوسها والحاجات دي كلها. للاسف سبحان الله يعني تاثرنا بالغرب كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى واذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. الصحابه قالوا: اليهود والنصارى؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: فمن ده اللي هيحصل، اللي انتوا هتقلدوا اليهود والنصارى في امور كثيره. فالغرب اتى لنا بان ايه البنت زي الولد ما هيش كماله عدد، ودي مشكله كبيره جدا، لان البنت في الاسلام مش زي الولد خالص. البنت ليها محارمها اللي بياخدوا بالهم منها، هم اللي بينفقوا عليها، وبتنتقل من كفاله حد لكفاله حد، بمعنى اللي هي عندها والدها هو بينفق عليها، تمام؟ اخواتها موجودين، مش موجود بنفس ترتيب اللي هو ايه المحارم في الزواج، فتلاقي عمها، فتلاقي كذا وهكذا. فدي مفروض المرأة بتنتقل من كفالة شخص لكفالة شخص تاني، فهي مش محتاجة تحس بالأمان المادي اللي هو نقلوا إلينا الغرب. فبقت المرأة دايما حاسة باللي هي ايه، لا انا مفروض ابقى زي الراجل، انا مفروض اعمل كده. ده مش من طبيعة المرأة اصلا. من طبيعة المرأة اللي هي بتحب ان تقر في البيت، وده اللي كان عليه سواء جداتنا او سواء امهاتنا او سواء ده الطبيعي، اللي هي كانت في كنف بيت والدها واخواتها، خلصت تزوجت وبقت في كنف زوجها، خلصت بقت في كنف اولادها، ودي طبيعه الحياه. وهي مشغوله بالتربيه، مشغوله باللي هي تشوف ازاي تصلح في هذا المجتمع، لاننا كل واحد ليه دور، وده ليس انتقاصا من المراه، بل ده اصلا طبيعه المراه اللي هي بتعمل ما خلقت من اجله. ولكن تاني الغرب ما تكرر، وزي ما بيقولوا كثرة المساس تفقد الإحساس. يعني انت من كتر ما الناس بقت قللت من شأن المرأة ومن شأن الدور بتاع اللي هو أصلا أساس هذه الحياة، فبقت المرأة دايما عايزة اللي هو ايه، انا ازاي ابقى زي الرجل. لا، المرأة لم تخلق عشان تنزل تنابز الرجال في اعمالها، اللي هي تنزل تشتغل معاهم، تنزل تستنى المواصلة وتركب رابع في الكرسي ورا مزنوقة وسط الرجال. مش ده اللي المرأة خلقت من اجله، تمام؟ وانا تاني انا مش عايز اتكلم على الحاله اللي هي الشاذه، اللي هو ايه، لا دي واحده بقى ابوها ميت وامها ميته واخواتها ميتين. لا، مش دي الحاله الطبيعيه. الطبيعه اللي المراه بتنتقل من كنف اب واخوات لكنف زوج لكنف اولاد وهكذا الحياه، تمام؟ وانا طبعا اعرف كتير زي دولت، ودي المراحل الطبيعيه لكفاله المراه، تمام؟ فدي اول حاجه. حتى السيده خديجه تزوجت مرتين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وورثت من التجارات اللي بعد كده بقى الرجال يتاجرون لها، وده كمان قبل الاسلام. يعني قبل الاسلام كانت مش هي بتنزل، والله عمرك ما سمعت ان السيده خديجه كانت بتنزل في رحله الشتاء والصيف وبتنزل هي تسافر، ما كانش فيه الكلام ده. كانوا اقاربها بيتاجروا ليها، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتاجر ليها وهي قاعده في البيت، وده كان طبيعه النساء اصلا. فدي اول حاجه لازم نعرف، هو احنا ايه اللي جابنا هنا اللي احنا تتبعنا اثر الغرب بالطريقه اللي خلتنا بقت هي المراه عايزه تبقى زي الولد. لم تخلق لده، وطبيعتها مش معموله لده، والله عز وجل لم يكلفها بده، تمام؟ دي اول حاجه. ثانيا اللي احنا بسبب هذا التشوه اللي حصل في نفسيه النساء ونفسيه الاهالي، مش نفسيه النساء بس، ونفسيه الاهالي، لان الاهالي اليوم دور كبير، اللي هم بقوا بيجبروا البنات على حاجات المفروض اللي هم اصلا ما يعملوهاش. فجالنا المفهوم بتاع اللي هو ايه، لا اللي البنت تروح تدخل هندسه، تروح تدخل مثلا تجاره، تروح تدخل كذا من الجامعات اللي هي مختلطه، وممكن يبقى فيها امور تاثر على البنت نفسها، اللي هو لا انا مش مطالب مني اعمل الكلام ده، ان مطالب مني ان انا اتعلم امور تنفعني كامراه،
تنفعني كامرأة، تنفعني في زواجي، تنفعني في تربية أولادي، وهكذا. فأنا حتى الكليات اللي هو أصلا المفروض النساء بتختارها تبقى حاجات مثلا ممكن قائمة على التربية، قائمة على الفن، قائمة على حاجات كتيرة اللي هو اصلا المفروض تبقى للمرأة. انما دلوقتي بتلاقي مثلا لا، البنات تلاقيهم بيدخلوا هندسة وداخلين، تلاقي واحدة مثلا مهندسة مدني، ايه يا جدعان ده مهندسة ميكانيكا، مهندسة بترول. لا، الكلام ده مش من طبيعة المرأة، مش من طبيعة المرأة، وده لا يعيبها في شيء. ده هو ده اللي مفروض، ده هو ده المفروض الطبيعي للمرأة تعمل الحاجات اللي هي ايه تناسب طبيعتها. دايما كان عندنا مفهوم الخناشير، فاهم؟ لا، طبيعة المرأة اللي هي مرأة. تمام. فحاجتين مهمين جدا، اولا تاني واحنا اللي وصلنا هنا، ثانيا دخول المرأة في مجالات هي المرأة اصلا المفروض ما كانتش تدخل فيها، ولازم تحس ده. لازم تحس ده، لان شوف كمية نسب الطلاق اللي بقت بتحصل دلوقتي، اللي خلاص الست عايزة تبقى زي الراجل، فبتنابذ الرجل فيما خلق الله عز وجل الرجل له، فبيتصدموا، فخلاص بيطلقوا، بيحصل اللي بيحصل وهكذا. تمام. طب والله انا بنت عندي وقت فراغ، انا والدي متكفل بيا او غير متكفل بيا وعايزه مصدر رزق، اولا لازم تختاري مجال ينفع للنساء. تمام. دي ممكن تبقى حرف يدويه، حاجات تنفع للنساء، زي اللي انت بتلاقيهم مثلا بيعملوا حاجات خاصه بالطبخ، حاجات خاصه مثلا بعمل الحلويات، حاجات يدويه مثلا زي زوجات اصدقائي بتعمل مثلا تريكو، كروشيه، بتعمل شنط، بتعمل حاجات اكليريك، حاجات اللي هي اصلا مناسبه للنساء. تمام. تتعلم مثلا ديزاين، تتعلم حاجات مثلا خاصه بالتفصيل والفاشن، تتعلم حاجات خاصه بعمل حاجات لعب مثلا للاطفال، الحاجات اللي هي المراه تستطيع اللي هي تعملها في بيتها، وتستطيع اللي هي تسوق ليها، وخاصه في وقتنا ده بدون ما هي تظهر في الشاشه خالص اصلا خالص. ايه اللي على البنت لو هي تعلمت حاجه من الحاجات دي، حتى لو هي بقت افليت مثلا بتاخد لبس نسائي وعملت جروب، والجروب ده بقى كله نساء، وابتدت اللي هي تبيعه وبدون ظهور ليها خالص خالص. وانا اعرف ناس كده نساء شغالين بروكرز لشركات سياحه، ما حدش يعرف اسمائهم، تمام، او كل اللي يعرفوه الاسم الاول، لا هي ظاهره بصورتها ولا بتاع، وحد ناجح جدا. تمام. فدلوقتي تستطيع المرأة اللي هي تعمل أمور كثيرة جدا. الأمور دي مش محتاجة اللي هي تظهر بنفسها خالص 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 خالص. فأنت ممكن تعملي حاجات خاصة بالملابس، حاجات خاصة بالحرف اليدوية، حاجات خاصة بالأعمال الفنية، إكليريك بقى، تصميم، والله ما بارك يعني الحاجات دي بتجيب فلوس حلوة جدا. وأعمل أنا صفحة على الفيسبوك وابتدي أعمل لها إعلانات مدفوعة كلها من غير ما أظهر أنا خالص. تمام. ولكن تاني المشكلتنا فين؟ اللي هتلاقي المرأة تقول لك لا اصل انا شغفي اللي انا اطلع مهندسة بترول واقف على البيبة في الصحراء الشرقية واشوف الثعالب تجري وتمرح في الصحراء. لا مش مطالب منك ده اصلا. يعني فضل على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجد امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 بدون محرم. تمام. أو ليلة، أنا لا أتذكر الحديث. فده لازم نحط في دماغنا، الموضوع كبير، الموضوع كبير. يبقى أول حاجة احنا إيه اللي وصلنا هنا؟ تاني حاجة المجالات اللي المرأة ممكن مفروض اللي هي تدخلها وتهتم بيها. ثالثا ايه الحاجات اللي بالفعل المرأة ممكن تعملها وتتكسب منها فلوس من غير ما تظهر خالص نهائيا. والأمثلة دي موجودة كتيرة جدا حواليا، والله ما بارك الستات بيبقى معاها فلوس. ولكن تاني لو المرأة حتى وهي بقى معاها فلوس لم تعرف وظيفتها ايه، البيت هيخرب. لو الواحد مش عارف وظيفته ايه في الحياة دي اللي ربنا عز وجل سيحاسبه عليها، البيت هيخرب. ولو البيت خرب خلاص الدنيا باظت اصلا، الدنيا باظت. فلازم الانسان يبقى عارف هو وظيفته في الحياة الدنيا دي ايه، وبناء عليها يبتدي يقرر هو هيعمل ايه في حياته. والمرء ليس فيه تقليل من احد، وانما ده الشرع اللي ربنا عز وجل شرعه لنا. ليه؟ لتستقيم الحياة. فما يحصلش اللي بقى بيحصل دلوقتي. والله العظيم، والله انا كمية الحاجات اللي بتجيلي حاجات يندى لها الجبين
اللي هو خلاص بقى انت الحياه بقت عباره عن ايه؟ اللي انت بقت الست قاعده او الراجل قاعد او الاثنين اتجوزوا واتطلقوا، وكل واحد مقصر في العمل الخاص بيه وخلاص. طب وبعدين اين متى ستستقيم هذه الحياه بالطريقه اللي ربنا عز وجل ارادها؟ فيبتدي يبقى في مجتمع نافع يستطيع اللي هو ايه ينهض بهذه الامه، يجيب لنا ناس مش مشوهه نفسيا بدل اللي احنا بنشوفه ده. فيبقى احنا تكلمنا في 3 امور، ولازم طبعا سواء الرجل او المراه بيبقوا عارفين ان الرزق ده، انما الرزق ده من الله عز وجل، من الله عز وجل. فطالما الرزق من الله عز وجل يبقى انا عارف والله ان انا لو طعت الله عز وجل بما اراد الله عز وجل سيرزقني ويبارك لي في هذا الرزق. لازم يبقى ده في دماغي. احنا كل حاجه بقت عندنا ماديه ماديه ماديه، هعمل كذا هاخد كذا هاخد كذا هجيب كذا. لا. وتاني النساء لما بتشغل نفسها بالحاجات دي كتيره جدا بتفقد اللي ربنا عز وجل جعله لها من الانوثه وطبيعتها الهاديه وطبيعتها البتاع. لان الستات لما بتتحط في الضغوط لا الواحد والله العظيم الواحد تاني بيشوف حاجات. خلاص بقت الست زي الراجل. طب انا واحد راجل هيتجوز راجل زيه ليه؟ فاتمنى الموضوع ايه يبقى وصل. وتاني انا قلت المجالات اللي الانسان ممكن اللي هو يعمل فيها. والله واحده ارادت اللي هي تبقى طبيبه لتكفي النساء تاني هتعمل حاجات زي كده. وانا دايما حتى بنصح الاباء اصلا ان هم لما البنات يدخلوهم جامعات مش مختلطه، سواء بقى ده ازهر او حاجه انتساب او حاجه اونلاين. ليه؟ حافظ على طبيعه ابنتك. والله العظيم ستسأل. كميه اللي انا كنت بشوفه في الجامعه، كوني واحد كنت معروف في الجامعه كلها واللي كان معايا في الجامعه يعرف انا بتكلم في ايه. البنات بتتدمر والله العظيم حرفيا. يعني قصص حب بقى وطبعا لا تنتهي لا بزواج ولا بنيله، وتلاقي الناس كلها بتتدمر للاسف. فالله المستعان يعني. فده اتمنى اللي هو يبقى اجابه على السؤال. طيب في سؤال تاني سريع من ابراهيم بيقول لك ازاي بتنام فتره قليله وبتواظب على صحيان صلاه الفجر؟ ربنا يثبتك على صلاه الفجر جماعه كل يوم، اللهم امين. بص، هو انا مش مهم انا بنام قد ايه. يعني انا دايما اقول للناس هو مش مهم احمد بيعمل ايه. يعني احمد اجسامنا غير بعض، والله عز وجل رزق كل واحد بما ينفعه. فانت الفكره انك انت تنام القدر الذي يعينك على القيام تاني يوم وتستطيع ان انت تقوم باعمالك التي ارادها الله عز وجل. ده ممكن بقى يبقى 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات، المهم انك لا تزيد على الحد الاقصى. الحد الاقصى اللي هو 8 ساعات. تمام. طيب انا دلوقتي محتاج 8 ساعات عشان انام كويس. خد بالاسباب اللي تصحيك الفجر. ودايما الاسباب دي بسيطه جدا. انت لو عليك عندك جوب انترفيو او مقابله في العمل، هتلاقي من الحلول اللي تخليك تقوم في ميعادك، ومفيش حد مننا هيختلف على ده. استحاله هتلاقي هتتصرف. هتقول لي مش هنام مثلا، هقول لامي تصحيني. اصل انت مش قاعد في البيت لوحدك ولا مؤاخذه، ومش معقوله كل اللي في البيت ما بيصلوش. فانت نام القدر الذي يريح جسدك بحيث انك تستطيع انك تقوم وتمارس حياتك الطبيعيه اليوميه. تمام. تاخد بالاسباب بقى. تاخد بالاسباب ازاي؟ خد بنفس الاسباب. انك لو عندك مقابله انا لما كان بيبقى عندي مثلا هطلع والله مثلا العين السخنه والزعفرانه مثلا اصطاد، ومفروض اصحى الساعه 3. بصحى الساعه 3. ازاي يعني بصحى الساعه 3؟ بظبط المنبه 5000 مره، وبظبط كذا تليفون وبرميهم بره. هقوم غصب عني. تمام. القاعده مش ان الانسان نومه تقيل لدرجه اللي هو ممكن ينفجر جنبه مفاعل نوم وما يصحاش. مش ده الطبيعي برضه. فانت خد بالاسباب. الاسباب دي ايه؟ حاول تنام بدري، ما تقلش قبل ما تنام. اظبط مليون منبه. يعني اظبط لك 5 6 منبهات، وحط التليفون بعيد. والناس بتظن اللي هو انا اكمني بيقول لك ايه don't believe everything that you see online. يعني ما تصدقش كل حاجه انت بتشوفها اونلاين. يعني انا مش معنى ان انا ببعت كل يوم اللي انا ساعات ما بتضيعش عليا صلوات الفجر. لا، ساعات بيحصل، وخاصه انا عارف خاصه امتى مع تغيير التوقيت الصيفي والشتوي، وبعد رمضان بايام. ليه؟ لان الدنيا كلها بتتلخبط عندي. رمضان انا بقى صاحي طول الليل، فخلاص انا بتسحر صاحي قبليها وبعد كده بقى اوصل للفجر. فلما الدنيا رمضان بيخلص الدنيا ايه؟ بتبوظ معايا.
وتقليب التوقيت الصيفي والشتوي برضه بتبوظ معايا. فانا بعمل ايه تاني؟ بروح واخد الموبايل ظبطه 5 مرات، رميه بعيد بالقدر اللي يخليني لازم اقوم اجيبه، وبقدر الله ده اللي بيحصل. عشان معايا ناس في البيت بيصلوا الفجر، معايا ناس ده طبيعي مسلمين بقى وكده وبتاع مش عارف ايه، فانت تقول لهم صحوني الفجر، تظبط منبهك، تحاول تنام بدري قدر الامكان، وجسمك سبحان الله بيعتاد يعني، وتخلص النية والله عز وجل يوفقك. فتاني ما تبصش للي قدامك بينام كام ساعة، لأن أجسامنا غير بعض، طبيعتنا غير بعض، الذي يصلحني لعله يفسدك. فأنت لازم تبقى حاطط ده في دماغك. شوف قصة الشخص للوصول للنجاح، مش لازم تشوف تقعد تبص في النجاح بتاعه، بص قصة، فالقصة دي تعلمك تديك خبرة وهكذا. أسأل الله عز وجل لنا ولكم تيسير الأمور والتوفيق إلى الخير. تاني سبحان الله نسمة الفجر دي نسمة لا تعوض، تبقى ماشي كده تحس بالنسبة الباردة في هذا الحر. المشكلة اللي أنا مشيت كتير فأنا بعدت عن البيت جامد يعني فمحتاج أرجع بقى. السلام عليكم.